دوت فاصوليا، وده بطاطس، وهنا مكرونة سوسيس، وطبعا مكرونات، وهنا طبعا دوت بيض برضو، ودوت طبعا ما تاكلش منه لان دوت لحم خنزير للاسف في الجزء ده. الجزء اللي هنا ده بتاع العسل. ده هنا جزء العصاير، دوت هنا عصير طماطم وعصير برتقال وعصير تفاح. ومن هنا كده الجزء دوت بتاع الشاي، والشاي بأنواعه. الجزء بتاع القهوة، طبعا هنا تختار نوع القهوة اللي انت عاوزها. والجزء اللي هنا ده كده، بص انا عاوز اوريها لكم. الجزء اللي هنا كده دوت بتاع المخبوزات، ده كرواسون وده الدانش، وطبعا الحاجات اللي هي بتاعت المخبوزات كلها. وفي هنا كمان تورت، فدوت الجزء بتاع. وطبعا هنا في التوست واللبن. اما من الناحيه اللي هنا دوت كده، الناحيه دي بتاعت المربات، وبتاعت اللي هو المكسرات. جود مورنينج. والجزء اللي هنا ده كله بتاع الفواكه والسيريال برضه. بص الفواكه دي جامده يا جماعه جدا. طبعا فواكه مقطعه كتيره، رمان على عنب على كيوي، على انا بحاول ان اوريكم طبعا بجانب الفاكهه العاديه اللي هي الموز والحاجات دي كلها. طبعا زي ما انتم شايفين المطعم بصراحه معمول الديزاين بتاعه حلو قوي قوي قوي، فعجبني. بص بقى، يعني زي ما انتم شايفين ده المطعم كله من هنا. بصراحة فكرة المطعم عاملينه بطريقة حلوة قوي، بشكل حلو قوي. بص كده، وتلاقي حتى عاملينه في التلفزيونات في كل مكان، حاجة جميلة يعني. بص كمان عاملين جزء هنا، بس عجبني قوي في فكرة هنا عجباني قوي في المطعم، شكلها تحفة. بصوا يا جماعة كده، شجرة عاملينها في قلب المطعم ومزينينها. بصوا بالطريقة دي، القعدة دي بصراحة عجباني قوي قوي قوي. بصوا يعني القعدة من هنا كده دي جامدة جدا جدا جدا. بصوا التشكيلة ديت حاجة تحفة قوي. بصوا من هنا الشجرة نفسها عاملينها بطريقة حلوة قوي. وطبعا دي الترابيزة دي اللي عنده مثلا اجتماع مثلا مكون من 10 أفراد. وفي نفس الوقت هنا الجزء دوت برضه قعدة تانية. فبصراحة المطعم حلو قوي. اللي عجبني بقى في المطعم الفيو بتاعه من بره تحفة، جميل الفيو. بصوا كده، لو أول حاجة من هنا كده ده مباشر هنا طبعا عشان الجو مغيم، بس هنا